يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتوجه لكم بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء، والذي يأتي في ظل تداعيات العدوان الإيراني الآثم، مؤكداً أن ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار يعود الفضل فيه من بعد الله سبحانه وتعالى إلى حكمة وحزم وقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، الذي أرسى دعائم الدولة ووفر رصيدنا الوطني الدفاعي والأمني، مما شكل سداً منيعاً في حماية الوطن وتحقيق الاستقرار، منوهاً إلى الإجراءات الحاسمة والمتكاملة التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التعامل مع هذه الظروف الطارئة. الحضور الكرام، أنتهز هذه الفرصة للتحدث معكم بشكل مفصل حول ما شهدناه من عدوان إيراني غاشم على مملكة البحرين ودول الخليج العربي، وهو أمر يتطلب منا قراءة تاريخية لهذا النظام القائم على نظرية ولاية الفقيه، والتي لم تتوقف عند حدود المرجعية الدينية، بل حولها الخميني إلى مشروع سياسي عابر للحدود، بحيث أصبحت الولاية تعني الولاء والطاعة للولي الفقيه في إيران، وبذلك لم يعد الانتماء السياسي عند أتباع فكر ولاية الفقيه مرتبطاً بالدولة التي يعيشون فيها، بل بالفقيه الحاكم في إيران بوصفه صاحب الولاية والطاعة السياسية. كما حولت هذه النظرية المواطن في أي دولة إلى فرد خاضع لسلطة الولي الفقيه الإيراني، حتى وإن تعارض هذا الخضوع مع مصالح وطنه أو ضر بأمن دولته واستقرارها. ولكن ليكن واضح أنه لا سلطة على سلطة الدولة في مملكة البحرين، وإننا نعيش في دولة مدنية، رأس الدولة جلالة الملك ويساعده ولي عهده الأمين، ولدينا السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولدينا مؤسسات وقوانين، والفرد له حقوق وعليه مسؤوليات، فأمورنا واضحة ولله الحمد. وبالعودة إلى أصل الموضوع، فقد شهدت البحرين ودول المنطقة تغييراً في السياسة الإيرانية منذ اندلاع الثورة في عام 1979، وما شاهدناه من تدخلات سافرة في شؤون البحرين الداخلية، وكانت أولها المحاولة الفاشلة لقلب نظام الحكم في عام 1981، وليس ببعيد عنها ما تعرضت له مملكة البحرين من أعمال شغب وإرهاب خلال فترة التسعينات.